لو جبت الحرفين دول اللي هم IR تنطق R قبل بعض الصفات، ففي الحالات دي بقدر انفيها، يعني بتعبر عن نفي الصفة زي ما قلنا قبل كده responsible irresponsible، يعني مسؤول او غير مسؤول، ولكن مش دايما. يعني عندنا كلمة زي regardless يعني بغض النظر، عكسها ما ينفعش اقول irregardless رغم انها موجودة في بعض القواميس، ولكن هي موجودة لانها استخدمت قبل كده فتم وضعها في بعض القواميس برضو بمعنى بغض النظر، يعني بتدي نفس معنى regardless مش عكسها، ولكن مش مستحب ان انا استخدمها. ده ليه؟ لان regardless اصلا بمعنى بغض النظر، يعني هي اصلا منفيه، فما ينفعش اقول لك irregardless اجيب فيها less عشان توضح عن النفي بعد regard، واجيب قبلها كمان عشان تعبر عن النفي قبلها، فبالتالي بقى عندي نفيين لنفس الكلمه، فالموضوع بيسبب confusion. مثال على كده اقدر اقول he continued his speech regardless the noise، يعني هو كمل الخطاب بتاعه عادي جدا بغض النظر عن الضوضاء اللي كانت موجوده في المكان، فبالتالي لازم استخدم regardless ما استخدمش irregardless لان تعتبر ملهاش معنى.